ريتسا. لذيذ. لذيذ الاخطبوط ده. ايوه جميل جدا. دي أغرب أكلات لبنان. مليون 800 مليون 900 مليون 200 صارت كيلو. أكل لبنان من الأشهر في عالمنا العربي، بس في الفيديو ده قررت أشوف أغربهم. لبنان فيها 5.5 مليون نسمة، واللي بره لبنان أكتر من جوه لبنان. البرازيل فيها تقريبا لبنانيين قد اللي موجودين في لبنان، وأكلهم محبوب عالميا. صورت في أكبر مدن في لبنان، طرابلس وبيروت وكمان البطرون. هنشوف سندوتشات، بهارات، أبراج لحمة وزنها بال50 كيلو، حلزون، توتيا، واحد من أكتر السمك السام في العالم، وتحلية ما سمعتوش عنها قبل كده. قابلت ليليان، مرشدة وصانعة محتوى لبنانية، قررت تساعدني أوصل لكل الأكلات الغريبة. ابتدينا من سوق السمك في بيروت، سوق ضخم في منطقة اسمها كارانتينا. هيدا الاخطبوط بيقولوا له حبار، الكلامار. بيجيله الصيادين من مصر والسنغال ودول كتير، فهتلاقي تنوع كبير وأسعار رخيصة. طب يا جماعه وصلنا لسوق السمك في لبنان اسمه سوق كارانتينا. بيجي فيه التجار الصبح وبيعملوا مزاد وياخدوا السمك من الصيادين ويبيعوه، والاسعار رخيصه لان الناس بتشتري من الجمله وممكن برضه تشتري بالكيلو عادي جدا. نحن اول شيء السمك، في جزء من السمك بيجي من البحر وفي جزء من السمك مستورد من مصر، من موريتانيا، من السنغال، وفي سمك كمان بيجي من تركيا يعني سمك المزارع، الاجاج والابراء. لو ما هيدا السمك المستورد نحن الطبقة الشعبية ولا ممكن أن تاكل سمك بلبنان بسبب ارتفاع الأسعار وبسبب كساد السمكة بلبنان، وأكيد إلها كتير أسباب. الأزمة الاقتصادية في لبنان ابتدت تزيد في بداية 2020 وخلت نص السكان تحت خط الفقر، وده بسبب سنين من سوء الإدارة، وساءت مع الكورونا والحروب في العالم والانفجار في بيروت. التضخم اتسبب في إن الليرة اللبنانية تفقد قيمتها، لكن دي الحياة. الناس بتفضل مكملة، بالأخص أهل لبنان عندهم صمود قوي وبيفضلوا مكملين في كل الظروف. عنا هون ببلش المزاد بالليل الساعة 2 بالليل، بيجوا التجار، بيجوا المسامك، بيشتروا سمك، بيتوزع السمك. أكيد الأسعار هون أرخص من برا بكتير. ورحنا كمان مزاد السمك في الأوزاعي. يا صباح الفل وصباح السمك. 4 مليون 4 مليون هولي 2 كيلو يا شباب. ابو شهاب 3 مليون علي على فريدي لفرحان مليفه. بيتجمع فيه صيادين لبنان ويعرضوا على التجار حصيلة صيدهم كل يوم. هون بحرية الأوزاعي، هون شريكة الأوزاعي القوايا البروفيشنال أبا عن جد. هول بيجيبوا السمك بيسترزقوا كل يوم بيوم وفوت على السمك. معنا صراغيص ومعنا لقص ومعنا اشتربات. حاليا ورايا مزاد، الصيادين بيجيبوا كل السمك الصبح ويبداوا يحطوا سعر ويعلوا على بعض، واعلى سعر هو اللي بياخد السمك في الاخر. بس الاسعار في الاخر بتبقى ارخص بكتير قوي لانه بيبقى مزاد. صارت على الكيل 700 فوق. 4 مليون صارت هون. كمان 900 هون مليون 5 مليون. ويبدأ المزاد. شاب مليونين ونص. 4 سجل 4 مليون. لو السمك عليه طلب أعلى سعر يكسب، المبرد الحلو 700,000. ولو مفيش طلب السعر ينزل. صاروا هون مليون 700. من هناك صاحب مسمكة أمير البحر فريدي قرر يزايد على واحدة من أخطر الأسماك، سمكة الأسد، عشان يخلينا نجربها وتكون أول أكلة غريبة لينا في لبنان. ودلوقتي هنشتري اللاين فيش من هنا عشان نروح نجربها عند فريدي. مليون ونص. لما سمكة الأسد هنجربها هنا النهارده. لايون فيش سمكة الأسد، هيدي السمكة إلها فترة ال4 سنين فايت لعنا جديد على البحر. هيدي أصلا من البحر الأحمر. أوكي حبيبي؟ لك ما منظر، لك ما منظر عليها، لك الجمال. هي سمكة تعتبر مسمة، بس نحن بس نشيل الشوك من فوق ومن تحت بتصير كتير طيبة بالأكل وكتير طبيعية وأبدا ما بتسمم. لايون فيش هي شكلها مثل الأسد. ليك looks like a lion.
سمكة شوكها سام ولازم تاخد حذر شديد في صيدها. بيكون شايل الشوك منها، بيبدأ بتنظيف السمك ويحط عليها التتبيل. وصلنا لبنان وبندور على اغرب الاكلات واشهرها. احنا دلوقتي في الأزاعي عند مسمكه سمك اسمها مسمكه امير البحر، وهنجرب واحده من اكتر السمكات السامه اللي موجوده، جت من البحر الاحمر من 4 سنين، اسمها اللاين فيش او سمكه الاسد. يلا نجربها. طعمها لذيذ وكان ممتع نجربها عند فريدي. لسه في بيروت طلعنا نجرب تاني اغرب اكله هناك. وصلنا بيروت عشان نجرب واحد من اكتر الاكلات اللي كان نفسي اجربها واللي الناس بتبقى عايزه تجربها، في محل من 1966 ولسه موجود لحد دلوقتي. فتعالوا نجرب شاورما السجق. سيخ شاورما بس مش عادي. تكرم انت واهل لبنان كلهم. عايز بقى واحد شاورما سجق وواحد شاورما لحمه. 745. مفيش خصم لاهل مصر. من اطعم السندوتشات اللي كلتها. بيعملوه مع المخلل بس، وده بيخلي طعم اللحمه واضح. انا بس فمن اشهر الاكلات اللي الناس بتيجي تجربها في لبنان هي شاورما السجق. شاورما سيخ لونه احمر كده، شكله ملفت، كان نفسي اجربه من اول من ساعه ما جيت بصراحه. فتعالوا نجرب ونشوف. بس السجق جاي من فخذ البقره، يعني لحم بقري بس خطير، حلو جدا. خلصنا اللحمه. معروف الشاورما اللحمه. حلوه حلوه قوي. نحن موجودين ببرج حمود، هي منطقة ببيروت كتير مشهورة كمان بأنه بتحتوي طائفة الأرمن. إخواتنا الأرمن هن يلي إجوا من أرمينيا من بعد ما تعرضوا للاضطهاد من العثمانيين، لجأوا إلى بلاد مثل لبنان، مثل سوريا، مثل العراق ومثل مصر. سكنوا بأماكن بلبنان فعندهم الأحياء الخاصة فيهم وبيتمثلوا عنا بالمجلس البرلمان، وصار معهم الجنسية اللبنانية، يعني هن يعتبروا لبنانيين ولكن من طائفة الأرمن. ولمن إجوا لعنا صار في مزيج بثقافة وخصوصاً بثقافة الأكل، لأنه المطبخ الأرمني غني جداً، وواحد من اللي أشهر الأكلات اللي عند الأرمن هي البسطرمة والسجق. أدخلوا على المطبخ اللبناني وبسطرمة والسجق، وأصبح برج حمود منطقة مقصودة من اللبنانيين، وخصوصاً لمحبي الأكل ومحبي الشاورما. هي دي البسطرمه. بيجوا عند مانو، هيدا محل فاتح من 75 سنة، فبيجوا بياكلوا عنده الشاورما السجق. الله ينور. وننهي رحلة بيروت بثالث أغرب أكلة اسمها نخاعات. بتتسوى على النار، في ناس بتحبها وفي ناس ما حبتهاش زيي. هذا حر؟ توم وحامض وصفيرة. بعرف البصفار. اوكي، هيدا البصفار بيستخدموه بالمطبخ اللبناني، خصوصي بهيدي الفترة من الطقس. بيقصوه بيحطوه مع هول الأكلات كرمال بيعطي نكهة بدل الحامض، ويعطي هيك حموضة لذيذة يعني. ايه؟ ابتدي بالكبدة. ورانا مصريين يا جماعة، أحلى ناس موجودين. جايين نجرب أغرب الأكلات اللي موجودة في لبنان بالنسبة لي يعني. فهتسمعوا دلوقتي شوية أسامي. الترويقة اللبنانية هيدي الأصيلة بلبنان عنا، المسبحة، السودة غنم، نخاعات، وبيض بالقوارمة. اوكي، عندك اول شيء المسبحه، هيدي اكله مشهورين فيها اهل بيروت. هي ذاتها الحمص بطحينه، ولكن حبه الحمص بتكون 75% منها مطحونه 100%، وبيزيدوا لها ميه سلق الحمص. وعندك هون السودا يلي انتم بتقولوا لها كبده، وهيدا زيادة رب الرمان. هيدا اللي حامض وثوم ورب الرمان. طار. وعندك هون نخاعات يلي هو دماغ الخروف، المخ. وهون البيض بقورمة يلي هو طبق لبناني كتير مشهور. لحمة وملح ودهن، مسلوقين منيح بطنجرة هيك كبيرة، وبخزنوهم ببرطمانات. خلال فصل الشتاء بيكونوا حاطين مخزنين لحمة لا يحطوهم مع الأكل مثل البيض، يعني مثل اللحمة المقددة فينا نقول.
بخزنوها عندهم بالبيوت، يعني خصوصي اكثر شيء مشهورين فيها بالجبال، لان فوق بتتلج الدنيا كثير، فهن بحاجه اكل يغذيهم ويدفيهم ويشبعهم فتره طويله، فمشان هيك انشهروا بالقور ما اسمه. ودي اللحمه بالبيض، دي اعتقد هتعجبني عشان بحب اللحمه. دي حلوه. حلوه؟ دي قد حلوه. ايه بتعطيها من 10؟ 8. المخ بقى. أكلة غريبة، دماغي ما كانتش عارفة تستوعب الطعم. بيبدأ بنكهة سمك مش متوقعة فتخليك تستغرب، وتكون دي آخر أكلة في بيروت اللي هنطلع منها على تاني أكبر مدينة في لبنان، مدينة أم الفقير. جينا لتاني اكبر مدينه موجوده في لبنان اللي هي طرابلس. هون عنا ابو الفقير، يعني هون بيجونا من بيروت، من جوني، من صيدا، من كله هون اسعار غير اسعار. امينين، طرابلس جنة لبنان. طرابلس بعدها محافظة على رونقها التاريخي الثقافي القديم. أطيب أهل وأرخص أكل. بيروت عاملة زي ميامي الشرق، ومليانة حياة ومعروفة بالسهر، وفيها مزيج من الثقافات والأديان. بنسميها مدينة التناقضات. اكيد هون في اكثر تحفظ، يعني في محافظه بكل، بس بينما بيروت لا، بتلاقي كل شيء، في من كل شيء. 18 ديانة معترف بيها في نظامها. هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط رئيس الدولة فيها مسيحي مش مسلم. فينا ناخد رحنا نجرب أكلة اسمها معجوق، بيحط مية زهر على سميد، نوع من أنواع القمح، ويقطع جبنة من حليب البقر الصافي. أول ما تسخن بيبدأ يمزجهم، ويمط فيها، وبعدين يغرقها سكر ناعم ويحطها جوه عيش. المزيج في الطعم عامل تناقض جميل. هو السكر في الاول مغطي عليها جامد، بس بعد ما الجبنه بتخش بتحسي ده بيعكس ده، فبتبقى طعمها حلو. ما هي معجوقة، ما اسمها معجوقة. ونفس المكان جربنا فيه ساندويتش اسمه المغربية، حبوب من القمح مع الحمص، يقليها بسمن ويحطها في عيش مع المخلل. طعمها عادي ولكن تقيل، يخليك تشبع من لقمتين. ونهينا الرحلة بتحلية خاصة جدا. جايين نجرب أكلة من أشهر الأكلات اللي موجودة في طرابلس، اسمها حلاوة الجبن. عليها شربات، عليها ماء ورد، عليها قشطة. هي أساسها وحلاوتها بالعجينة. العجينة معمولة من جبن العكاوي المحلاية ومعمولة من السميد، بيخلطوها ببعضهم ويحط جواها قشطة ويرش فوقيهم فستق وزهر وشربات. تحلية خفيفة ولذيذة مش هتخيب ظنك. وفي نفس اليوم انطلقنا لمدينتي المفضلة في لبنان، البترون، مدينة السور الفينيقي. قطعوا الفينيقيين كل هول البارت من هيدا السور، اوكي، واستخدموها ببناء المدينه اللي هو الحجر الرملي اللي بنشوفه هون، جاي من كلمه باتر يعني قطعه، فتسمت البترون. نزلنا في مكان اسمه دياسبورا، مشروع معمول من تعاون المهاجرين. طيب يا جماعة، وصلنا مدينة البترون ونازلين في مكان اسمه دياسبورا فيليج. دي كانت قلعة فينيقية وبيوت زمان وترممت، وعملوا منها مشروع في جاست هاوس، في مطاعم، في متحف، في مكتبة، عشان يخلوا الناس يتفاعلوا مع بعض أكتر. إذا بدنا نرجع للقرن التاسع قبل الميلاد، يعني 800 سنة لورا، ملك سور إيتو بعل إجا بنى هالقلعة كرمال يحميها من الغزاة. سنة 551 بتموز صار الزلزال المعروف يلي ضرب كل الشط اللبناني، مثل ما ضرب بيروت ضرب كمان البترون. القلعة الحقيقية حالياً موجودة تحت إجرينا، محفوظة نايمة. هذا جزء بيرجع للقرون الوسطى، يعني سكان المنطقة عمروا بيوتهم فوق أنقاض القلعة. الدليل إن القلعة كانت تحت الأرض إن اللي ورايا ده شباك من شبابيك القلعة، فأنتوا شوفوا ارتفاعه بقى فين. والغرفة اللي احنا فيها دي كلها كانت معبد. عرفوا من مكانين هناك كانوا بيحطوا فيهم الأصنام، ومع الوقت اتطورت والمكان ده كله بقى معصرة زيتون وبعديها فرن. فانتم متخيلين التحولات قد ايه؟ دلوقتي طبعا بيستخدموها مكان للايفنتس، بيعملوا فيه الايفنتس بتاعتهم.
الجالية يعني شباب وصبايا رجال ونساء بالاغتراب يجمعوا بعضهم تا يتبنوا يعملوا دونيشن كونتريبيوشن لترميم بيت من البيوت. البيت اللبناني الإماراتي، بيت اللبناني الأمريكاني، البرازيلي، الكندي، الأفريقي، الأسترالي، المكسيكي والروسي. موجودين في متحف من المتاحف اللي بتجمع كل الحاجات اللي جاية من البلاد بره وتشرح قصة المغتربين في لبنان. ولكن في حاجة حلوة جدا، مجمعين لوحة فيها أعداد المغتربين اللي بره لبنان واللي هي أكتر من جوه لبنان، وبالأخص البرازيل. بيعملوا ايفنتس كل فترة بقى، يجيبوا اللبنانيين اللي عايشين في الأماكن دي يشرحوا ثقافة الدولة دي للناس اللي موجودة هنا. ففكرة عبقرية. وهنا الجاست هاوسز كل مكان معمول على حسب الثيم اللي موجود فيها. يعني هنا البيت المكسيكي اللبناني حاطين كل أسامي الناس اللي شاركت في الجاست هاوس ده وعاملينه بثيم المكسيكي. بصوا حتى الطواقي المكسيكية متعلقة. وفي الباترون قابلنا واحدة من أجمل الشخصيات، ماجي. عندها 57 سنة، حولت جزء من بيتها المطعم بعد ما كانت بتساعد المطاعم اللي حواليها، وأصبح مطعمها من الأشهر. وعرفت ده بعد ما دقت أكلها. نزلنا معاها نصطاد أكلات بحرية. لبنان عندها 225 كيلو ساحل على البحر المتوسط اللي بيشارك فيه 22 دولة، فهو عنصر مهم للحياة، وبالتالي الأكل البحري من الأشهر في لبنان. بدينا من زمان قوي، من تقريبا شي 33 سنة كنت متجوزة وساكنة بهذا البيت. القدر أخذ جوزي توفى، وقررت كمل الحياة. عندي أولاد وبدي ربيهم، فبلشت أغطس بالبحر. أنا بيت أهلي هون على البحر ونحن ربيانين، يعني هيدا بحري بقله أنا، والحمد لله. والبحر أكرمني كتير. كنت أنا نشيطة وعرفت اشتغلت وصرت أعيل أولادي وأعيل حالي تقدر أعيش. كنت أشتغل بالصيف وعيش فيهم كل الشتوية تقريبا. بالآخر صرت من بيتي حولت قسم منه لمطعم 7-8 طاولات وصرت أشتغل فيه. كنت أنا أبع قبل السمك، قيم الأخطبوط، قيم التوتيا، قيم الصفد، قيم الكالامار، كل شيء السمك، وبيعه أنا للمطاعم وبيعه أنا للمسمك اللي بتبيع المطاعم. وبعدين صرت شوي شوي يجيني الناس يقولوا لي خلينا ناكلهم عندك، شو شلت من البحر، هات بناكل هون، أعطينا صحن سلطة، صحن بطاطا، صحن حمص. والله أكرمني وعطاني. ربنا يزيدك. طول عمرك. أيوة يلا أعطوية لفوق لو سمحت. هذا نحن هلا اللي حنبلش نعرف الناس على البزاق البحر اللي هن قليل كتير من الناس اللي ما بيعرفوا. هو هيدا البزاق البحر، هيدا بينعمل بطريقة بتسلقوه بالمي، بينحط له زيت وثوم وحامض وبينشغل على هالموضوع كتير طيب. ودي نوع تاني بيقولوا له المول، نحن بالباترون بنقول له البطليموس. ده بينشوى وبينعمل كمان مع زيت وثوم وحامض. شوف كيف تبقى لابسة على الصخر. ايوه ما بتنشال غير بالسكين. هاي المول وهاي البزاق. الحلزونة دي هي اللي بالذات، الحلزونة والمول اللي هو اللي جنبه، والصدف. هاي ما في شيء بيجي على الهينة. كل حاجة عايز تتبهدل بالحياة دي عشان توصل لها. أساسا بتصير فيها لذة أكتر إذا وصلتي لها من بعد بهدلة. بتصير تعرف قيمتها أكتر، بتصير تعني له أكتر، بتصير محفورة بقلبك. دلوقتي بنطلع الحلزون مع ماجي، هي بتعلمني إزاي بطلعه من الصخر. هو السكين وقت اللي بدق فيها هي عم تحمي حالها، عم بتكبش بالصغر، بتصير صعبة عليك. بس وقت بتيجي عليها دغري هيك يعني لازم تاخدها على خباثة. ايوه تاخدها على خباثة. دي حشيشة البحر اللي بتتاكل على طول. يعني انت لو كنت عايز بتاكلها زي الركة، زي الجرجير، زي اي حاجة. ما جربتش ما تعرفش تتكلم. طعمها جرجير. زي الجرجير. جرجير. ايوه ولها فوائد كتير قوية للمعدة للبطن لكل شيء كتير طيبة. جرجير مع بقدونس ميكس كده. بعديها دخلنا على المطبخ. طبخت الحلزون مشوي ومقلي مع توم وزيت زيتون وليمون. اللحمة اللي بتاعها دي فرغت كلها، دي صارت فرغة. واللحم نحن حنفصل اللحم عن الحاجات.
وحشيشة البحر مع الملح الخشن والخل. فعلا طعمه بحر، بحر مع توم مع سمك مع ملح. زي البلاستيك. اوكي تشيلها كده دي. وعملت كبة، بس مش كبة عادية، كبة تونة. عبارة عن برغل مع قشر البرتقال والليمون وعليهم بصل وملح، وقعدنا نجرب فيهم كلهم. اللحم اللي عملتيه زيت زيتون. يلا ندوق بقى. عندنا تونة نية ايوه اهي، ايوه، عندنا حشيش البحر، عندنا مول بالزاق، وكبة السمك، وكبة السمك، كبة تونة. اوه التونة حلوة قوي 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 قوي. وقررنا ننهي الرحلة بأغرب أكلة بحرية، أكلة نادرة مش موجودة غير في مكان واحد في بيروت، بيصطادها من على عمق 40 متر. أكلة اسمها توتيا. اوكي الذكر تبع التوتيا فاضي، هو ما في شيء بقلبه. وهيدي التوتيا بتكب 1000 بيضة كل سنة. بس لسوء الحظ بلبنان هيدي شيء نادر، يعني ذهب البحر ما بقى في منها، قليل كتير، وبتلاقيها بمناطق معينة وعلى غمق كتير كبير. هون كنت انزل بهول براك كل يوم ابع 800 900 حبة توتيا. سحر، كان سحر. تنزل تنقي التوتيا تنقاية، يعني مش انه نزلنا، لا تقول هيك كبيرة، هي اللون هيك كتير كتير. بس للأسف فينا نقول انقرضت التوتيا من البلد. بتلاقيها على 30 يعني. من البحر ده ولا من نحن بنشيلها، نحن من هون مثل ما شايفها عم تتحرك. اسم المحل توتيا، ما في غيرنا بلبنان كله عنده توتيا. نقص الشعري تبعها، تبعها ما بيقولوا تبعها على ما بتاعها، ونفتح جامد من الناحية دي بقى. ايوه ايوه، نفتح البطن، المعدة. شوف ازاي نستحمى دلوقتي، نعملها حمام سريع. اللحم الاصفر ده اطيب من الاستاكوزا والجمبري وكل شيء، وفوائدها عاليه جدا، وخاصه للرجاله عاليه. لا يبقى هات 3 4 مش هيحبوا. ماشي. التوتيا او بالعربي بالمصري ريتسا. عارفه نفس تكستشر كريم كراميل، اوكي، بس من غير طعم الكريم كراميل، على بحر. في مكان اسمه توتيا صيدها صعب. وبكده تكون نهاية رحلة أغرب أكلات لبنان. أشوفكم في فيديو جديد. سلام.